ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ وفي الحلقه بتاعتنا النهارده احنا هنتكلم عن بعض مسلسلات رمضان اللي لسه ما اتكلمناش عنها، وغالبا كده دي هتكون اخر حلقه هنعملها عن مسلسلات رمضان. قبل ما اقول ايه المسلسلات اللي هنتكلم عنها، حابب اقول ان في بعض الاعمال اللي انا اتاخرت في مشاهدتها وبالتالي مش هعرف اعمل لهم حلقات، ولكن ده ما يمنعش ان في احتماليه كبيره جدا ان انا اكملهم. مسلسلات زي تحت الوصايه وجات سليمه وسوق الكانتو والكلام ده كله حاجات ممكن اكملها بعدين، لان للاسف حلقاتهم اتراكموا عليا وما لحقتش اخلصهم قبل نهايه رمضان. اما بقى عن المسلسلات اللي احنا هنتكلم عنها، فاحنا هنتكلم عن مسلسل الصندوق ومسلسل جعفر العمدة ومسلسل الكبير قوي الجزء السابع. ومن النص الاول في رمضان معانا ضيف هنا برضه هنتكلم عنه بسرعة، وهو مسلسل رشيد. وما تقلقوش لو في مسلسل من دول هحرق في احداثه وانا بتكلم هبقى انبه قبلها. وكالمعتاد ما تنسوش لو الحلقة بتاعتنا عجبتكم تبقوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتنزلوا تحت على اللينكات الموجودة في الديسكربشن تبقوا تعملوا لها لايك وفولو. ودلوقتي يلا بينا ندخل على الحلقه. واول مسلسل هنتكلم عنه النهارده لانه تقريبا هو اكتر مسلسل انا عندي عنه كلام هو مسلسل الصندوق. وما تقلقوش مش هحرق خالص وانا بتكلم عن مسلسل الصندوق، فتقدروا لو انتوا لسه ما شفتوش المسلسل تبقوا تتفرجوا عليه بعد ما نخلص المراجعه. بشكل سريع جدا كده القصه بتاعت المسلسل بتتكلم عن مجموعه شباب مكونه من 3 اشخاص. ال3 اشخاص دول اثناء ما بيكونوا في حفله بيلاقوا صندوق غامض موجود جواه حاجات غريبه، بيبتدوا يتتبعوها واحده واحده، وده بيدلهم لان في مجموعه ناس يا اما مخطوفه يا اما بيتاذوا. وبرضه على حسب رساله لقوها جوه الصندوق بيبقوا عارفين ان هم لو تتبعوا الصندوق ده واللي جواه هيقدروا ينقذوا شخص. على هذا الاساس بيتحركوا علشان يبتدوا يحاولوا ينقذوا الشخص اللي المفروض ينقذوه. طيب بصوا، اول حاجه انا عجبتني هنا في المسلسل وهي الاجواء بتاعته والغموض والحاجات اللي زي دي. كمان عجبتني جدا رحله البحث بتاعتهم وموضوع الصناديق والافكار والحاجات اللي زي دي كلها على بعضها بصراحه كانت معموله بشكل كويس جدا. بس اللي عجبني اكتر شويه من الخط بتاع الغموض والرحله بتاعتهم اللي بيحاولوا ينقذوا فيها شخص ما، عجبني اكتر الخط اللي كان بيركز على حياتهم الشخصيه وعلى علاقتهم باهلهم، لان المسلسل ادى قدر محترم جدا من الوقت لكل شخصيه فيهم. استكشفنا مشاكله وحياته وايه الحاجات اللي ممكن تخليه اصلا ياخد قرار ان هو يعمل حاجه زي كده، خصوصا ان الموضوع مش مرتبط بشخصيه حد من اهلهم مثلا او حد من اصدقائهم علشان يهتموا ان هم يعملوا حاجه زي كده. ده بالاضافه لان ال3 شخصيات بتاعتنا اصلا شخصيات غريبه عن بعض، فاستكشاف حياتهم دون ادالهم اهميه كبيره جدا عند المشاهد وقدر يقربهم من المشاهد بشكل كويس جدا. بالاضافه لان وانت بتستكشف حياتهم بتقدر تكون فكره جوه دماغك لان ليه الناس دي بتقرر تعمل حاجه زي كده. وعلى ذكر بقى علاقه الشخصيات باهلهم، فانا من اكتر الحاجات اللي كانت عجباني في المسلسل هنا هي علاقه ياسين بام. كانت علاقه ظريفه جدا وبيطلع منها كوميديا كويسه جدا. وعلى ذكر الكلام ده بقى خلونا ننتقل للاداءات. اولا الاداءات رائعه من الجميع. علي القاسم قدم اداء رائع وده شيء مش جديد عليه، لاننا شفناه قبل كده في كذا عمل بيقدم اداءات كويسه جدا، ويمكن بالنسبه لي افضلهم كان اداؤه في مسلسل خلي بالك من زيزي. الاثنين التانيين بقى واللي ممكن اكون ظلمتهم شويه وانا بتكلم عن الانطباعات الاوليه عن مسلسل الصندوق، وهم احمد داش وهدى المفتي. بالنسبه لاحمد داش فانا شايفه متالق جدا في الموسم الرمضاني اللي احنا فيه ده، لانه من وجهه نظري مقدم احسن ادائين قدمهم في مسيرته لغايه دلوقتي. اداؤه في مسلسل الصندوق يمكن يكون الافضل من وجهه نظري او الارقى، وبعديها على طول يجي اداؤه في مسلسل جعفر العمدة. خلونا بس نتكلم عنه هنا الاول. في مسلسل الصندوق اداؤه كان كويس جدا، وكانت شخصيته مع امه كويسه جدا، وكان بيقدر يطلع بعض اللقطات الكوميديه الخفيفه الظريفه بطريقه كويسه جدا. وبصراحه ما اقدرش اقول ان اي لحظه كوميديه قدمها برغم ان المسلسل يعتبر دارك شويه وكئيب سنه، الا ان اقدر اقول انها موفقه جدا. ده غير ان ليه برضه مشهد كويس جدا في الحلقه الاخيره بتاعه المسلسل، وكان يعني مقدم فيه اداء رائع. ففي الموسم الرمضاني اللي احنا فيه ده انا شايف ان احمد داش يستاهل واحده برافو. والحد التاني اللي معانا هنا برضه في الاداءات وهي هدى المفتي. هدى المفتي هنا بقى في المسلسل عندها دور يعتبر جديد عن الادوار اللي هي متعوده تقدمها، وبصراحه مقدمه الدور كويس جدا. يمكن في الحلقه الاولى بس كان عندها بعض الحاجات اللي مخلياني مش قابل الشخصيه قوي منها، ولكن بعد كده حسيت انها مقدمه اداء كويس جدا 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 في الشخصيه دي. وكويس جدا برضه انها اقدمت على انها تاخد دور مختلف زي ده، وفعلا هي قدمت فيه اداء رائع. طبعا بالاضافه لان المسلسل بتاعنا بيحتوي على قدر كبير جدا من ضيوف الشرف واللي كانت ظهوراتهم كلها رائعه جدا، وبصراحه كل واحد فيهم قدم اداء رائع. زود بقى على نجاح المسلسل في الغموض وفي القصه وفي رحله البحث وفي استكشاف شخصيات الابطال وحياتهم الرئيسيه والكلام ده كله، ان المسلسل على المستوى التقني كمان فيه شغل كويس جدا. الموسيقى حلوه جدا، التصوير حلو جدا، وبصراحه على عمل زي ده من وجهه نظر انا القصه فيه كويسه، الفكره فيه كويسه، التمثيل، الحاجات التقنيه اللي فيه كويسه جدا. انا شايف بصراحه ان المخرج يستاهل اشاده كبيره، لان مخرج العمل مروان عبد المنعم اعتقد ان دي اول تجربه اخراجيه ليه، لان على حسب موقع السينما دوت كوم تقريبا هو كان شغال قبل كده مخرج مساعد او مخرج منفذ في اعمال زي كيرة والجن وتراب الماس والفيل الازرق 2. ففي اول تجربه اخراجيه ليه ويطلع عمل بالقوه دي انا بصراحه كنت منبهر. واعتقد برضو ان مؤلف المسلسل يستاهل نفس القدر من التقدير، لان هو برضو قبل كده غالبيه اعماله ان ما كانش كلها كانت تندرج تحت فئه الكوميديا، فهو كمان برضو يستاهل واحده برافو. طيب ملخص الكلام عن المسلسل ده كله
ان المسلسل كان حلو جدا، قدر الغموض اللي فيه كان حلو جدا، عجبتني جدا رحله البحث ومحاوله فك البازل او اللغز بتاعهم واحده واحده. عجبني ان احنا كل شويه كنا ماشيين بيطرح اسئله جديده وبنجاوب على شويه من القديم وبنفضل ماشيين وهكذا، لانك كده كده قاعد انت مستني اجابات اسئله اوريدي موجوده عندك، ولكن المسلسل بيجاوب لك عليها وبيطرح لك معاها اسئله جديده. فعشان كده بصراحه انا كنت مستمتع جدا بالمسلسل وبالتمثيل وبالتصوير وبالموسيقى وبكل الكلام ده. عشان كده تقييم النهائي لمسلسل الصندوق هو 9 من 10. بعد كده خلونا ننتقل لجعفر العمدة، واحنا تقريبا دلوقتي هنتكلم عن الحلقات من ال21 لل30، وبرضه تقريبا مش هحرق كتير في الاحداث بتاعته. في شويه حاجات كده كانت عجباني جدا في المسلسل، ممكن اكون ما اديتلهاش حقها شويه وانا بتكلم عنها في الحلقات اللي فاتت. انا عن نفسي حبيت الكوميديا جدا اللي طالعه من محمد رمضان هنا في المسلسل، وحبيت برضه الكوميديا اللي كانت طالعه من احمد داش، وحبيت علاقتهم هما الاثنين ببعض، وحبيت كمان الكوميديا اللي كانت طالعه من احمد داش مع اي حد تاني في المسلسل ده. غير ان من وجهه نظري زي ما قلت لكم ان مسلسل جعفر العمدة بيحتوي على تاني افضل اداء لاحمد داش شفته له من فتره طويله، ان ما كانش من ساعه ما بدا بعد مسلسل الصندوق طبعا. وبما اننا بقى بنتكلم عن الكوميديا والاداءات، وانا طبعا شكرت في اداء احمد داش كده كده، فانا برضو بصراحه عايز اشكر في اداء محمد رمضان السنه دي، لان حاسس ان في المسلسل ده على عكس غالبيه اعماله حسيت ان محمد رمضان بذل جهد شويه وهو بيحاول يأدي شخصيه جعفر العمدة، فعشان كده حبيت اداؤه جدا، واكاد اجزم ان ده افضل اداء قدمه في حياتي. يعني في دماغي كده تقريبا هو والبرنس واقفين قصاد بعض، وبصراحه مش قادر احسمها قوي هتبقى في صالح مين كاداءات مش كمسلسلات. طبعا نفس الشخصيات بتاعتنا كويسين وكل واحد فيهم جامد جدا، ولكن انا ما زلت عند رايي ان الحاجه صفصف يعني فوق في التوب احلى كاركتر في المسلسل. ويعني هالة صدقي بصراحه عامله الشخصيه بكميه تلقائيه مش طبيعيه. وحابب اضيف لكم حاجه كمان، ان تقريبا من ساعه الخناقه اللي حصلت بتاعه نعيم وسيد مع شوقي فتح الله، ان من ساعتها شخصيه سيد تقريبا ملهاش لازمه، كل شويه الخط بتاعه بيستخدم علشان نحلب شويه. اي نعم حصل تطور في شخصيته في الخط بتاعه، ولكن التطور ده حصل متاخر قوي. عشان كده اي مشاهد حصلت باستثناء المشهد الوحيد اللي حصل له في الحلقه الاخيره اللي بيثبت ان هو اتطور شويه، او الحلقه اللي قبل الاخيره كمان، ما قبل ذلك كان كله تقريبا بيستخدم في المط. ده غير ان بصراحه المسلسل بقى فيه قدر كبير جدا من المط من اول الخناقه برضه، لان من ساعه ما الخناقه حصلت وجعفر خرج من السجن بعدها والمسلسل ماشي عمال يمط. لان الحاجات اللي كانت ممكن تخلي المسلسل ممتع عند اي حد وهو بيتفرج، واحساس الغموض واحساس ان احنا خلاص بنقرب والكلام ده كله، كان هدي قوي. والمسلسل كان بالفعل ما فيهوش اي حاجه تخلي الواحد مستمتع بالمشاهده. كل ده وصولا لغايه اخر 3 حلقات اللي بيرجع فيها المسلسل في الاخر يظبط الدنيا وبيتحسن مستواه بشكل كبير، وبيرجع للليفل اللي بدأ بيه اللي خلى الناس مسحوبه مع الاحداث وعايزه تعرف ايه اللي هيحصل، ورغم ان هم مخمنين غالبيه اللي بيحصل بس هم مستنيين ان هو يحصل فعلا. ما زال عندي نفس المشاكل بتاعه اغاني احمد سعد الكتيره جدا اللي ملهاش اي 30 لازمه، بالمشاهد اللي احنا بنحطها عليها وبنقعد نطول في مده الحلقه 3 4 دقائق ملهمش اي 30 لازمه برضه. وبالنسبه للنهايه بتاعه المسلسل، فالنهايه كانت كويسه جدا، ولكن للاسف ما شافتش غليل. يعني ملخصا كده المسلسل جعفر العمدة، المسلسل كان حلو جدا، كان شاطر جدا في ان هو بيجذب الناس ليه. كل الناس اللي في المسلسل كانت عامله اللي عليها وزياده كممثلين. محمد رمضان كان عامل شغل كويس، احمد فهيم كان عامل شغل رائع، احمد داش كان عامل شغل كويس جدا، والباقيين كلهم برضو كانوا كويسين جدا. طبعا كل دول على راسهم هالة صدقي طبعا. بس للاسف المسلسل في اوقات كتير قوي كان بيأفور، وفي اوقات تانية كتير قوي كان بيمط. كل دون مع فكره ان النهايه كانت كويسه جدا ولكن ما شافتش غليلي، فتقييم النهائي لمسلسل جعفر العمدة هيكون 7 من 10. طبعا كل الكلام ده والتقييمات ده في الغالب كده بيكون مقارنه مع يا اما بقيه الاعمال الرمضانيه يا اما مع المستوى العام اللي احنا متعودين نشوفه في الموسم الرمضاني، عشان بس ما حدش يجي يقول لي ان انا بدي ارقام معينه لحاجات معينه ويجي يقارنها لي بحاجات تانية اجنبي، لان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. يمكن بس الصندوق هو اللي يرتقي شويه لمستوى الاعمال الاجنبي لانه مكتوب بصراحه بطريقه كويسه جدا ومتنفذ بطريقه كويسه جدا. والمسلسل اللي بعده بقى هو مسلسل الكبير قوي الجزء السابع. مسلسل الكبير قوي الجزء السابع بصراحه يمكن تكون اكتر حاجه محبطه للامال حصلت السنه دي، ده على الموسم بشكل عام على فكره. وبرضه احنا دلوقتي بنتكلم من الحلقات كمان ال21 للحلقه ال30. القصه بتاعت كره القدم اللي كانت بدات تقريبا في الحلقات اللي هي بتاعت يا اما 19 يا اما ال20، كملت تقريبا الحلقه ال21 والحلقه ال22، وطلعوا احلى حلقتين في الموسم كله. مستوى عالي جدا من الضحك، صريخ ضحك كان بيحصل فعلا، مستوى توتر علشان كنا خايفين على المزاريطه. اكتر من كده مفيش اي حاجه تانية عدله تقدم، لان القصه بتاعت الجواز الكبيره دي كان دمها تقيل جدا، والقصه اللي في الاخر بتاعت ميكي وسلام وهجرس وجوني والكبير والهري ده كله بصراحه كانت رخمه جدا. يمكن اكون ضحكت فيها في مشهد او اتنين بس، ولكن اكتر من كده برضه للاسف ما كانتش حلوه. كمستوى عام بصراحه الكبير
الكبير الموسم دون موسم ضعيف جدا، فللاسف بسبب المستوى المتدني جدا للموسم دون ده، بالاضافه لان انا هحاول اعمل اعتبار للمواسم السابقه من المسلسل الكبير، فهندي المسلسل ده 5/10. وانا كده على فكره كارمه قوي قوي قوي، لان الرقم اللي كان في دماغي بصراحه للموسم السابع من المسلسل الكبير يعني رقم ما ينفعش يتقال اساسا. دلوقتي بقى خلونا ننتقل لاخر حاجه معانا في الحلقه دي، وهو مسلسل رشيد اللي احنا كنا المفروض نتكلم عنه في النص الاول من رمضان، ولكن انا للاسف خلصت مشاهده ليه متاخر جدا. مسلسل رشيد بصراحه انا لما اتكلمت عنه في الحلقه بتاعت الانطباعات بتاعت مسلسلات النص الاول من رمضان ما كانش شددني قوي، ولكن يا اخي سبحان الله من اول الحلقه الثانيه والمسلسل بدا يعجبني، او من الحلقه الثالثه كمان، مش قادر اتذكر بالظبط، بس انا متاكد ان انا لما رجعت اكمل المسلسل عجبني جدا، عجبني جدا كمان الاحداث بتاعته، وعجبني ان المسلسل اصلا كان ماشي شويه شويه في الحاضر وهو بيحاول يدور على حاجات معينه تثبت براءه رشيد، وفي نفس الوقت كنا احنا بنرجع نستكشف اصلا الحاجات دي ايه اللي حصل فيها زمان، وكنا ماشيين وهكذا الحاجات اللي في الماضي بتخدم على اللي في الحاضر، واللي في الحاضر بيحاول يحل اللي حصل زمان، وهكذا. كل ده والمسلسل بيقدم لنا اداءات اكتر من رائعه من الطاقم بتاعه. عندك كمثال مثلا محمد ممدوح رائع، ليه مشهدين مثلا على الاقل يعلموا في دماغ الواحد. انا بعتذر جدا ان انا قلت ساعتها ان انا ما كنتش مشدود له في الحلقه الاولى، ولكن بصراحه اداؤه كان كويس جدا هنا في المسلسل. نفس الكلام ينطبق على ريهام عبد الغفور اللي كانت بصراحه متالقه طول المسلسل، وخالد كمال وتامر نبيل، وبصراحه الناس دي كلها كانت عامله اداءات رائعه. طبعا اثناء ما رشيد بيحاول ان هو يثبت براءته ويظبط الكلام ده كله، حصل في اخر حلقه او في اخر كام حلقه كده شويه تويستات بصراحه عجبتني، لكن اللي ما عجبتنيش هي النهايه نفسها. انا حسيت ان احنا قاعدين قدام مسلسل اتفاجئ ان هو عنده مسلسل المفروض يتقفل، حسيت الدنيا كلها كده اتكروتت والاحداث حصلت بسرعه زياده عن اللزوم، وفي حاجات مش مفهومه، وفي حاجات كتير كده غريبه حصلت مع بعض. الفكره ان التويستات كانت كويسه، ولو المسلسل كان خد وقته فيها كان هيطلع حاجات كويس، لكن للاسف المسلسل اتسرع وفي حاجات كتير قوي كلها، وعمل يعني بصراحه نهايه سيئه جدا. وبصراحه بقى النهايه قللت كتير جدا من تقديري للمسلسل، لان مثلا انا تقييم النهائي لمسلسل رشيد هو 7/10، والتقييم ده نازل كتير جدا لان تقريبا النهايه بوظت حاجات كتير. المسلسل كان ماشي كويس 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 وجه في الاخر وعك، لكن ده ما يمنعش ان غير النهايه مسلسل بصراحه كويس جدا. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن الاربع مسلسلات اللي اتكلمنا عنهم النهارده. بصراحه الموسم الرمضاني فاجئني شويه، لان انا اصلا ما كنتش متوقع ان انا هلاقي القدر ده من المسلسلات اللي انا هكون مهتم ان انا اتفرج عليها اساسا، لدرجه ان في منهم كتير جدا وقع مني وانا ما لحقتش اخلصه لغايه دلوقتي، زي ما قلت لكم سوق الكانتو والهرشه السابعه وحاجات كتير زي دي. بس الحاجات دي انا لسه هكملها، ولكن ما كملتهاش لان بعضهم بصراحه كان تقيل عليا زياده عن اللزوم. الهرشه السابعه كان كئيب قوي، تحت الوصايه برضو كئيب قوي، بالرغم ان الاثنين حلوين جدا ويمكن يتفوقوا على اعمال كتيره جدا انا اتكلمت عنها النهارده، او على الاقل لو هنرتبهم هيكون الاعمال دي فوقيهم كمان. وعلى فكره باستثناء تقريبا مسلسل الصفاره، اعتقد ان المسلسل الوحيد اللي الواحد فينا هنا ممكن انصحه ان هو يرجع يتفرج عليه تاني بعد ما رمضان خلص هو مسلسل الصندوق، لان المسلسل فعلا كويس جدا ومن المسلسلات اللي ممكن تعيش من وجهه نظر. الصفاره كده كده هيعيش لانه مسلسل كوميدي وخفيف والناس عندنا بتحب الضحك، وكمان الكوميديا بتاعته كانت كويسه جدا. لكن بره الاعمال الكوميديه، العمل الوحيد اللي انا شايف ان هو ممكن يرجع يتعاد تاني لانه كويس جدا، او الواحد ممكن يرجع يزوره تاني ويبقى مبسوط انه بيزوره، هو مسلسل الصندوق. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن شويه المسلسلات اللي لحقت اخلصهم قبل رمضان ما يخلص. اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم، وطبعا اهم من الكلام ده كله مستني رايكم تحت في الكومنتات في المسلسلات دي طبعا، وفي الحلقه بتاعتنا هنا برضو تقولوا لي ايه رايكم. وكان المعتاد كان معكم مره من مره ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.